أتعلم لماذا يجب عليك ألا تحزن إذا أزاح الله شخصًا من حياتك؟ لأن الله رأى أشياء أنت لم تراها، وسمع أشياء أنت لم تسمعها، واتخذ خطوات سبحانه وتعالى بحكمته أنت لن ولم تجرؤ على اتخاذها. في هذه الحياة لا تتعلق كثيرًا بالناس، فكل شخص له مزاجه وتفكيره وظروفه، يوم يحبك ويوم ينسى حتى وجودك. ابقى ثابتا في طيبتك، لكن لا تنتظر مقابلا من أحد. اترك للجبان مخرجا للهروب حتى لا تصنع منه بطلا. أكبر ثمن ستدفعه في حياتك هو ثمن كونك إنسان صادق وحقيقي في عالم يمتلئ بالمزيفين. لقد أخطأنا في حق أنفسنا حين ظننا أن كل القلوب تشبه قلوبنا. احذر من الذي يمسك السكين بابتسامة، فعدوك الواضح أرحم بكثير من صديقك الذي يتلون كالحرباء. حقيقة الناس من حولنا لا يعلمها إلا الله، لذلك قل دائما: اللهم دلني على من أراد بي خيرا واصرف عني من أراد بي شرا. اللهم دلني على من أراد بي خيرا واصرف عني من أراد بي شرا.